السلام عليكم. معايا فيديو جديد ورجاء لو عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصراحة انا مش عارف اقول ايه، كارثة بجد، كارثة بجد. لكل واحد معاه عربية وسايبها منفض لها، منفض لصيانتها، بيمشي وخلاص، بيوديه الى بيدخله في حاجات غريبة. سير الكتينة اتقطع، سير الكتينة ده المسؤول عن المجموعة. سير الكتينة ده ولو اتقطع بيدخل حضرتك او حضرتك في مواضيع كتير، بيدخلك في مشاكل. سير الكتينة اتقطع وانا ماشي، فهو بيتقطع منك وحضرتك ما بتحسيش او حضرتك ما بتحسش. المفروض سير الكتينة بيتغير لو اصلي كل 80,000، لو مش اصلي كل 30,000. سير الكتينة اتقطع زي ما انتوا شايفين، اتقطع وانا ماشي، اتقطع مني وانا ماشي، فاتقطع. العربية توقفت. يعني انت لو حضرتك ماشي بعربيتك وعربيتك مفيهاش اي مشكلة، وقفت منك مرة واحدة او وقفت منك مرة واحدة وهي العربية كويسة، اول حاجة تفكري فيها سير الكتينة وما تدوريش. يعني انت لو دورتي او دورت ولقيت الموتور صوته اللفات بتاعته سريعة، اعرف ان الموتور جاب سير كتينة، ما تدورش تاني. لان سير الكتينة لما بيتقطع بيدخل في صبابات وبساتم وحوارات. انا سير الكتينة اتقطع مني وانا ماشي وما كنتش اعرف ودورت، فبعد ما دورت في سير الكتينة اتقطع. فايه اللي حصل؟ البساتم حصل فيها مشكلة، الصبابات اتنت. فده كده احنا بنحل سير الكتينة، والمفروض ان شاء الله كده بنقول يا رب ان ما يكونش حصل مشكلة في الموتور. احنا كده جبنا سير كتينة غيره وهنجرب ندور. بس هو المشكلة 1% ان العربية تدور، يعني مش 100%، 1%. ناس كتير بيبقى معاها عربيات وما تعرفش حاجة غير ان هي تمشي وخلاص، هي ماشية وخلاص، ولا بيبص على سلسلة كتينة ولا على زيت ولا على اي حاجة. فبيحصل معاه نفس المشكلة. يعني انت لو حضرتك عربيتك ماشية سليمة او كويسة، او حضرتك عربيتك ماشية سليمة وكويسة ومفيهاش اي مشكلة، ومرة واحدة وقفت وبتدوسي بنزين لقيتي مفيش بنزين، بتدوسي كده مفيش سرعة، والعربية كانت كويسة مفيهاش اي مشكلة، اول حاجة تفكري فيها سير الكتينة. في ناس كتير بتبقى معاها كده مكان الوش كده المسامير دي مفتاح 10، بتبص على السير زي ما وريتكم في الاول. اعرف ان سير الكتينة اتقطع منك، فما تمشيش ولا تزقها ولا اي مشكلة. هما في 2 سير كتينة، واحد جنزير هوريهولكوا دلوقتي، وواحد كاوتش اللي هو بيركبه دوا. فالكاوتش دوا اللي اتقطع، فده عمل مشاكل. فالمفروض سير الكتينة كل 30,000 كيلو بيتغير. تمام. احنا دلوقتي جبنا سير كتينة اهو بنركبه، فالمفروض بأمر الله يعني ما يكونش حصل معانا مشكلة. فاحنا مش عارفين، لان سير الكتينة لما بيتقطع بيدخل حضرتك في مشاكل كتير، مشاكل كتير حضرتك غني عنها. انت بص المفاجأة اللي هتحصل لنا بعد شوية، يعني انا مش عارف. فانا مش عارف اقول ايه. كل واحد معاه عربية يهتم بيها، كل واحد معاه عربية ما ينفضلهاش. لان دلوقتي اسعار العربيات اللي احنا شايفينه، اللي معاه عربية معاه كنز ما يستغناش عنه. لان الاسعار وجشع التجار وكل حد يصدق العربية بقت بسعر عربيتين، سعر عربيتين ولو لقيتها. يعني انا مش عارف اقول ايه. الحمد لله. احنا دلوقتي سير الكتينة اهو بنركبه، هنركبه وهندور وهنشوف هل العربية هتدور معانا ولا لا. بص هي القفشة الب- يعني السير الكتينة مش عايز يركب، قافش، فهو بيحاول يركبه، فهو قافش. فانا بقول له خلاص هي العربية اصلا
تانت صبابات، يعني العربية تانت صباب. بيقول لي احنا نجرب، فقلت له يا عم عايز تجرب جرب، بس هي تانت صبابات انا عارف. بس هيقول لي خش دور دلوقتي، بس ركب سير الكتينة. دورنا اهو، مفيش اي حاجة، بس انا عشان بس وقت الفيديو دورنا، فقال لي العربية دخنت مننا جامد، عملت دخان، فمشكلة جامدة، فاضطرينا ان احنا نحل المكنة. بنحل الموتور، نحل الموتور طبعا كله، وهنطلع الوش عشان نوديه للخراط، عشان نشوف المشكلة اللي احنا وقعنا فيها بسبب ان سير الكتينة اتقطع مننا. سير الكتينة اتقطع، فدخلنا في مشاكل كتير جدا احنا كنا غنيين عنها. يعني احنا لو في شوية اهتمام شوية ما كانش سير الكتينة اتقطع مننا. سير الكتينة مشكلة جدا كبيرة 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 كبيرة، بنوقع نفسنا فيها. فكل واحد مع عربية يراعيها شوية، عشان هي بجد بقت كنز بالنسبة له في أسعار العربيات. ادينا خسرنا المية الخضراء، وحلينا، وفكينا. فانت بجد خلي بالك على عربيتك، عشان مشاكل كتير. وهنزل لكم الفيديو وهي العربية بتتحل، وهنزل لكم طريقة فك، وهنزل لكم العربية، وهنزل لكم طريقة عمل العربية، وهوريكم